بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعليه وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك شرع الله لنا زكاة الفطر لتكون طهارة للصائم مما كان يقع فيها من تقصير، ويدخل الفرحة على الفقراء والمحتاجين يوم العيد. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دقائق رمضانية. ويتجدد لقاءنا اليوم أحد علماء قريتنا الحبيبة فضيلة الشيخ محمد أحمد بدوي. أهلا وسهلا بحضرتك يا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة القائمين على هذا البرنامج. فضيلة الشيخ، نحن مقبلين على عيد الفطر، ممكن حضرتك تكلمنا عن زكاة الفطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي العربي الأمين، وبعد. اللغط القائم كل عام في زكاة الفطر. هل زكاة الفطر مالا؟ هل زكاة الفطر حبا من قوت البلدة؟ لغط كبير جدا بين العلماء. أولا، زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر، والحديث في البخاري: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير. والحديث في الفرضية يجعلنا ننظر إلى شيء مهم: إلى من تخرج زكاة الفطر. لا يجوز أن تهمل في إخراج زكاة الفطر فتخرجها لأي كائن من كان، بل لابد أن تخرجها للأصناف الثمانية الذي حددها الله تعالى في آية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. 8 أصناف حددها الله تعالى في هذه الآية الكريمة. هذا أمر. الأمر الثاني: نخرج زكاة الفطر مالا أم نخرجها حبا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الدين يسر، كما في الحديث: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبه، فسددوا ويسروا وقاربوا واستعينوا بشيء من الروحة والدلجة. هذا الحديث يبين لنا أن لا نعسر الأمر، فقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا أمة وسطا، أمة لا نتشدد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا، لا تكونوا كبني إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم. لا بد أن ييسر. أنا لا أقول شيء. زكاة الفطر جمهور العلماء فيها، والرأي الذي يستريح إليه قلبي والذي يميل إليه أنها تخرج حبا أو حبوبا من قوت البلد كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير أن هذا لا يجعلني أميل وأحيد عن الرأي الآخر الذي فيه جم غفير من العلماء. اسمع أخي وحبيبي في الله، من القائل بإخراجها مالا؟ الإمام أبو حنيفة وبعض من علماء المالكية، وقول عند الحنابلة. والإمام البخاري قال أثرا عن معاذ بن جبل أنه قال لأهل اليمن: ائتوني بثياب خميصة بدلا من الشعير والذرة. يعني هذا أنه غير القيمة من الحبوب إلى المال. والحسن البصري أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أيضا قد قال بإخراجها مالا. هذا وقد وقف ابن تيمية موقفا وسطا. قال ابن تيمية أنها لا تخرج مالا إلا عند الحاجة، إذا كان أهل البلدة في حاجة إلى ذلك. هذا يجعلنا نتطرق إلى الحكمة من مشروعية زكاة الفطر. هي تجبر الرفث والفسوق الذي حدث في شهر رمضان، الرفث واللغو، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس أنها جبر للخلل الواقع في شهر رمضان من اللغو والرفث، وأيضا طعمة للمسكين. والمضمون من فرضية زكاة الفطر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يغني الفقير في هذا اليوم، فلا يذهب فيتحسس الناس فيتكففهم ويسأل الناس في هذا اليوم، يغنيه عن السؤال. طيب، الحاجة الآن لمن قال بأن إخراجها مال أولى تيسيرا للفقير وحاجة للفقير. الفقير ليست في حاجة إلى طعام الآن، بل في حاجة إلى مال. قد يأخذ منك القمح أو يأخذ منك الشعير ويذهب لبيعه لكي يأتي ببعض الأموال. فأنت أخي وحبيبي في الله، قلبك استراح إلى فعل رسول الله وإلى ما عليه الجمهور، فافعل. استفتي قلبك ولا أفتوك. أنت أخي وحبيبي في الله، قلبك استراح إلى أن تخرجها مالا وأنت على يقين أن هذا الرأي رأي سديد وأنه رأي رشيد، فافعل ولا حرج عليك. لأن العلماء الذي ذكرنا آنفا ليسوا بالعلماء القلة، بل هم علماء أفزاز، وقد اجتهدوا اجتهادا كبيرا حتى وصلوا إلى هذا الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذه أمور قد أفضنا فيها. قيمة زكاة الفطر. زكاة الفطر حددتها
دار الإفتاء المصرية 35 جنيها. طيب بالحسابات، بعض الناس بتستقل هذا الامر، 35 جنيه ازاي في الغلا اللي احنا فيه ده؟ هو حاسبها على اردب القمح. دب القمح النهارده ب 2000 جنيه، لما تيجي وهو 150 كيلو تجزم ال 2000 جنيه على ال 150 كيلو هيديك 13 جنيه و33 قرش، 13 جنيه و33 قرش. طيب الصاع بتاع القمح قد ايه؟ 2 كيلو 400. هتضرب 2 كيلو 400 في ال 13 جنيه او في ال 15 جنيه هيطلع لك ما يعادل او ما يقارب ال 30 او ال 35 اللي احنا بنتكلم فيه. هذا امر قليل، انت عايز تخرج هذا ادنى حد، عايز تخرج اكثر من ذلك فاخرج. طيب لو هطلع رز يبقى انا معايا 3 كيلو رز و25 من 100 ان انت عايز تطلع، وده غالب قوت البلده، اما القمح واما الرز. طيب زكاة الفطر تخرج امتى؟ برضه في خلاف بين العلماء. الإمام الشافعي تيسيرا على الناس وعلى المد قال من أراد أن يخرجها فليخرجها من أول الشهر. الإمام أحمد بن حنبل أباح قبل العيد أو قبل صلاة العيد بيوم أو يومين. الإمام أبو حنيفة قال لا تخرج إلا قبل صلاة العيد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنها تخرج قبل زكاة الفطر، تخرج قبل صلاة العيد، قبل الخروج إلى صلاة العيد. آخر شيء معانا النهاردة إن إحنا بنطلع زكاة الفطر، يبقى إحنا دلوقتي في اللي إحنا قلناه لازم ندقق فيه إن أنت هتطلع زكاة الفطر لمين؟ هتطلعها قد إيه؟ وطبعا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لازم ان انت تعرف ان هذه الاموال التي تنفقها والصدقات التي تنفقها هي صدقات انت تدخرها لنفسك يوم القيامة. فاختر افضل الانواع واجودها، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الاعمال، وكل عام وانتم بخير. بنشكر حضرتك جدا على النصائح القيمة، وكل عام وحضرتك بخير. شكرا لكل السادة القائمين على البرنامج، وشكرا لأسرة البرنامج، وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال. أعزائي المشاهدين، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وزكاتنا وصالح أعمالنا. وكان انتهت حلقتنا النهاردة، ونتقابل في حلقات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.